كويتاتي حبابي الغزالات، كيفاش دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى احوالكم تكونوا بصحه جيده وعواشركم مبروكه. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. بطبيعه الحال ما تنساوش التعليقات الزوينه واللايكات، راه ما كديروش اللايكات. اللي تصنت القصه وما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. قصص اخوتي واقعيه وفيها عبره. كنشكركم دائما وغادي نزيد نشكركم على المشاهده وعلى الدعم ديالكم. ما نطولش عليكم المقدمه وغادي ندخل معكم مباشره في القصه نتاع خديجه اللي كانت واحد البنت كانت باقا صغيره في 12 عام تقريبا، 12 13 عام هكايا. تزوجت في الباديه، كانوا كيعيشوا في الباديه. تزوجت عسكري. كانوا مازال ما بغاوش يقطعوا لهم، يعني يديروا لهم العقد، سمحوا لي باش يفهم كل شيء، يديروا لهم العقد حيت كانت باقا صغيره. فهنايا المهم خطبها واحد المده وداروا الفاتحه وبقات معاهم في الدار، وهو كعسكري كان كيمشي وكيجي. المهم دوزت واحد المده معهم، عاد حاولوا انهم يديروا العقد وداروه، يعني عطاو واحد المبلغ وداروا العقد، يعني بقات معهم تقريبا حتى وصلت 15 سنه. المهم خديجه كانت عايشه في الباديه مع الشيخه وعكوستها كانت واحد المراه اللي درويشه وظريفه، واخا بعض المرات كتنقر وكتقصح معها الهضره، ولكن كانت ظريفه. كانت دائما كتنصحها وتهضر معها وتعلمها وتوريها الشغل، لانها تزوجت صغيره كانت باقا ما كدير والو، كانت يلا باقا كتسرح ديك النعيجات والكسيبه كما تيقولوا. المهم اما شيخه فكان واحد الراجل اللي قاصح وصعيب، وبعض المرات حتى كيضرب وشحال فيه ديال النكير. المهم كما قلت لكم راجلها عسكري، وبعض المرات كيمشي كيدوز كما كتعرفوا العسكر 6 شهور وعاد كيجي عاوتاني 21 يوم ومن بعد كيمشي. دازت المده على داك الحال حتى خديجه حملات بدا كيجيها لوحم قصاح. ما كانتش كتقدر دير الشغل، دائما ديخانه. فالشيخ ديالها ديما كان كينقر عليها ويغوت عليها، ما كانش كيعرف داكشي نتاع الوحم وكيفاش كيكون داكشي صعيب. المهم ما علينا. مره كانت كتوقف معاها عكوستها وتتبقى تقول له حشومه راها كتوحم، راها حامله. كيقول لها انا امال كنتي ما كنتيش تتوحمي بهذه الطريقه؟ هاد الوحم ولينا نشوفو مالها، واش هي الاولى ولا الاخر اللي غادي تحمل؟ وكل واحد وكيفاش كيجيه الوحم ديالو وكيفاش كتجيه الحمله ديالو، راه ماشي كلشي العيالات بحال. كاينه اللي كاع ما كتحس لا بوحم لا بوجع ولادها لا حتى شي حاجه، كيدوز عندها الامور عاديه ما تتشهى ما والو. المهم هي قالت لك حتى لا تشهات شي حاجه كتمشي عند دارهم، وكان الوالد ديالها والام ديالها كتعرفوا الوالدين كيتهلاو في ولادهم وكيحنوا عليهم، واخا يكونوا مزوجين واخا يكونوا ما عارفين اشنو كيبغي الوحام ولا هذا، ولكن ملي كتخصهم شي حاجه راه كيحاولوا يوفروها لهم. دازت واحد المده وهي كتولد، ولدت ولد سماتو هشام. المهم ديك الساعه عاد بدات كدير شغلها، ولكن كما كتعرفوا في الباديه ملي كتكوني كديري شغلك ضروري كتحملي ولدك موراك سمحوا لي، كتحملي ولدك في ظهرك وكديري به الشغل. هكا كانت كدير خديجه، كتحمل ولدها في ظهرها وكدير شغلها كامل، تمشي تحطب تحشكل، تدير الشغل ديال الدار. بعض المرات كتخرج دير حتى الشغل ديال برا، واخا شارط عليهم الراجل، يعني انه كعسكري كان كيصيفط له باه الفلوس وشارط عليهم المراه ما ديرش الشغل ديال برا، لان كانوا تبارك الله لويساتها، كانوا تبارك الله 5 ديال اللويسات معها، حيت داك خوهم كان هو الكبير وتزوج هو الاولاني، فالويسات كانوا باقين، كانت غير وحده اللي مزوجه وبقاو معها 5 تبارك الله. كانوا كيكونوا شحال هادي كانوا تيولدوا ما شاء الله.
كما كتعرفوا في البادية. المهم استمر الحال كما هو، الشغل وتمارا. ومرة تيجي راجلها وكما كتعرفوا كيدوز ديك 20 يوم وتيمشي. حتى لواحد المرة خديجة كتقول بانها كانت حاملة ولدها في ظهرها، وما عرفت كان جا شيخها بالكسيبة، كان بزاف كيسرح هو الكسيبة، كان عنده تبارك الله شي 40 راس. كان راجع بهم وكان باغي يدخلهم، وكانوا سبقوه دوك الكسيبة، وكان عليها هي تلقاه في الباب ديال الدار يعني، وتحوشهم هكايا وتدخلهم. وهي خديجة مع كانت ملهية كتجمع شي عويدات باش تحمي باش تطيب الخبز في الفران ديال برا، ما رداتش ليهم البال. فداعوا دوك الكسيبة هبطوا للشجر مثلا ديال الكرموس، وهبطوا كي يلاخروا المهم دلعوا ليه. فجا لقاهم مترشين ولقاهم كياكلوا في شجره الكرموس، وعطاو ما عجبوش الحال وتعصب وبقى كيغوت عليها. تيقول ليها مالكي فين كنتي، علاش ما هذا، علاش ما حزتيهم تدخليهم للكوري؟ هي قالت لي انا كنت كنجمع هاد العويدات ملي هي ما ردتش ليهم البال باش نحمي نطيب الخبز. هو حيد ليها واحد العود من يديها وقال ليها هذا خصك تاكلي به العصا. قلت له كيفاش ناكل العصا، شكون نتيا باش تعصيني؟ المهم هي ردت عليه الهضره وزاد تعصب، عطاتو بالظهر وهي كانت حامله الدري من موراها. فكان غادي يضربها لموراها يعني لظهرها، كان غادي يضربها وكانت غادي تجي تضربها في الدري. فهي منين شافته غادي يضربها دارت، ومنين ضربها بالعود حشا فيها شويه العود في كرشها يعني، ماشي حشاها فيها ولكن راه نغزها بداك العود وضرها، يعني ضرها في كرشها، وبقات كتغوت وغضبات ومشات لدارهم. تجا راجلها وما يعاودوا ليه كل شيء. ناض دابز مع باه قال ليه انت واش بغيتي تقتل ليا المراه، واش بغيتي تقتل ليا الدري، وانا خليت الدري والمراه عندكم امانه، واش بغيتي تقتلهم واش هادي؟ المهم دابز هو وباه، وصلت لدرجه انه ضرب باه. فمشاش مشاو داروا دعوة، واش غادي نقول لكم، داروا دعوة شكاو عند القايد. شكات عند القايد هي بان شيخها كان غادي يضربها غيقتلها. و المهم منين عاودوا ليه كل شيء، فحتى الاب قال ليه بان راه ولدي حرجته عليا وضربني. فالقايد ما عجبوش الحال وناض ضرب الدري. قال لي راه هذاك راه باك، واخا يضربك واخا يدير فيك اللي دار راه كيبقى باك. قال لي ولكن راه ضرب لي المراه وكان يضرب لي الدري وما نعرف شنو كان غادي يوقع. من تما سخط عليه باه وما بقاش مازال كيهضر معاه، ما بقاوش كيتهضروا مده 20 سنه تقريبا. مشى من ديك الساعه مشى ما بقاش معاهم يعني ما خلاهاش معاهم، مشى كرا ليها في واحد الفيلاج تما قريب حداهم. صافي كما قلت لكم بقى كيمشي الخدمه ديالو وكيجي غير لدارو في نكره، وما كيمشيش عند باه لمده 20 سنه. ولد وليداتو 4 ديال الوليدات وكبرهم. دازت المده منين خرج لانتريت. اش غادي نقول لكم، واش السخط ديال الوالدين واش مكتاب عليه؟ المهم السيد مرض، ما بقاش كيشوف وما بقاش كيسمع. دازت مده منين هو ما بقاش كيشوف ما بقاش كيسمع، جلس في التركينه وما بقاش كيمشي حتى لشي بلاصه يعني ما تيخرج واحد الدرجه يعني. اش غادي نقول لكم، المهم المراه هي اللي ولات تيري الفلوس، هي اللي ولات كتصرف، هي اللي ولات كدير كل شيء. صافي دخلوا هاد المده كامله منين مرض السيد. بقى بحال الا تنادم مع الحال وضميرو صحى، بقى تيقول لهم والو، بغيت نشوف با، بغيت با يجي عندي يتسامح معايا، بغيتو يسمح ليا. ودخلوا الناس ومشاو عند الوالد ديالو كيقول لهم ابدا واش نسمح ليه انا؟ كيقولوا لي دابا راه ولدك راه ما بقاش مسكين كيشوف وما بقاش كيسمع، والسخط ديالك راه خرج فيه، حشومه عليك صافي تصالحوا وسمح ليه، راه الدنيا وزمان هادي وراه بغاك تجي لعندو وتشوفو. داكشي اللي دار الاب. كتعرفوا الاب دائما الوالدين كيكونوا حنانين واخا يكونوا قاصحين شحال ما بغاو يكونوا. قال لهم اما هي ما غاديش نهضر معاها، هي اللي حرجت ولدي عليا،
قالوا لي صافي المهم غير انت سير تسامح مع ولدك، الدنيا وزمان هادي. هذاك الشيء اللي دار، مشى عنده للدار وتسامحوا، وشحال هو يبكي وشحال هو يطلب السماحه. من تما بقى الاب كيزور مره ولدو، اما ولدو مسكين فمبقاش لا كيطلع للبلاد ولا كيمشي ولا كيسافر ولا كيمشي حتى لشي بلاصه، لانه سبق له دير عمليه المره الاولى على عينه وما نجحت ليش. وصافي بقى هكاك مسكين لحد الان ها وباقي ما كيشوفش وما تيسمعش. اما الوالد ديالو فتوفى الله يرحمه والله يرحم الجميع. كنتمنى القصه تعجبكم وتكون فيها عبره. شكرا لكم بزاف.